اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي اكلات ووصفات. هنعمل النهارده اللحمه في صينيه، سواء لحمه كتير لحمه شويه، عايزه تقطعها قطع صغيره، عايزه تسيبها قطع كبيره زي ما هي هتمشي باي حاجه. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الطريقه. هي لحمه دي بنقول عليها كباب حله، نقول عليها صينيه، زي ما انتوا عايزين. عايزه تعملها في طاجن ماشي، فخار، اي حاجه. معايا كيلو لحمه وقطعته، هاخد منه بس حتتين او 3، هعملهم بالطريقه دي عشان اوريكم الطريقه بس، والباقي هعمله في شوربه. هتاخدي اللحمه تغسليها وتنضفيها حلو، ويا ريت لو من بالليل غسلتيها وحطيتي عليها فلفل اسمر وبصل وسبتيها في التلاجة، في كيس في التلاجة، هيبقى طعمها خرافه. قطعت اللحمه، الحتتين اللحمه اللي انا هاخدهم اعملهم بالطريقه اللي انا بقول لحضراتكم عليها. وقطعت معايا البصل، قطعته جوانح طرنشات زي ما تقطعيه، بصلتين 3 برضو انت والكميه اللي عندك. انا كان عندي قطعتين بس لحمه، قطعتهم صغير وجبت لهم بصلتين 2 قطعتهم عليهم، وخدتهم على النار. حطيت معلقه سمنه وعليها نص معلقه زبده او معلقه زبده الموجوده عندك، زيت ماشي بس الزبده مع السمنه بيخلي طعمها حلو. وحطيتها بقى وفضلت اقلب فيها كده لحد ما لونها اتغير خالص. هي كانت النار عاليه والسمنه مقدوحه حلو عشان خاطر تاخد الصدمه الاولانيه دي، ما تنزلش ميه. وحطيت عليها البصل بعد ما لونها اتغير زي ما حضراتكم شايفين. وحطيت 5 فصوص توم، عايزه تحط فصين ماشي، ما بتحطش توم، ما بتحبيش التوم خلاص، بس التوم بيخلي طعمها حلو ويخلي ريحتها حلوه، لها نكهه جميله كده. وعندك فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل اي حاجه حطيه عليها. أنا عندي فلفل الوان وفلفل احمر، فلفل اخضر، كل الفلفل اللي انت عايزه تحطيه عليها تحطي كل ما تحطي، بس ما تكتريش برضو قوي. انا ما بحبش برضو الاكل يبقى فيه حاجات كتير وبهرجه كتير كده في الاكل. وبعدين قمت مقطعه الفلفل بقى زي ما حضراتكم شايفين، ومعايا قرن شطه حامي خلى طعمها جميل جمال. وقطعت الفلفل بقى وهي دلوقتي على النار، انا حطاها على النار تاخد بقى طعم البصل والفلفل التوم اللي انا حطاه قبل كده. وحطيت في ملح وفلفل اسود وحطيت الحاجات دي، بس حطيت القرن بقى اللي بيحرق ده، قرن احمر وقرن اخضر ببعضهم سليم ببعضه، ما قطعتوش. معايا معلقتين نشا، ممكن معلقه نشا واحده، ممكن لو ما فيش نشا احط معلقه دقيق، بيخليها الصوص بتاعها جميل وتقيل كده وجميل، تعرفي تاكلي بيه العيش، هتاكلي بيه الرز، ما فيش مشكله، ومش هيخسر، بيخلي طعمها حلو. وحطيتها على كل ده كله كده وسبته بقى ياخد غلوه حلوه كده. وكانت الميه معايا سخنه مغليه، قمت حاطه لها ميه سخنه مغليه. في الاخر خالص قبل ما تطفي عليها ب10 دقايق بربع ساعه، اقوم حاطه لها كيس صلصه. عندك معلقه صلصه، بتخلي شكلها حلو وطعمها حلو. كل ما تنشف الميه منها زودها ميه مغليه عشان ما تغيبش معاكي في السوا. هي دي خدت معايا 3/4 سوا كل واحد. واللحمه ممكن تكون لحمه كبيره تغيب معاكي في السوا كتير، ممكن تكون لحمه نص نص ما تغيبش، كل واحد وحسب اللي هو جايبه. وبس توطي على بقى ساعه ما تغلي كده، قوم موطيه عليها زي ما نكون بندمس الفول كده، يبقى طعمها جميل وتستوي على طول. عندك شويه خضار محشي ما فيش مشكله، حطوهم عليه وكلي بألف هنا وشفا. واشوفكم في فيديو جديد.